واش حتى انت وحتى انت الشخصيه ديالك كتنطبق عليها النتائج ديال الدراسه اللي دار طبيب الاعصاب والباحث الان هيرش. هذا الاخير دار واحد الدراسه على 18631 شخص في انتقارن الشخصيات ديالهم مع النكهات والروائح المفضله ديال كل واحد، وخرج في الاخير بواحد النتائج ديال كل نكهه وكل رائحه مفضله كيفاش كتكون الشخصيه ديال مولاها او لا مولاتها. هادشي اللي غادي نتناولو في هذا الفيديو هذه، وفي الاخير عندي واحد الاعلان صغير اللي غادي يعجب عشاق العطور بزاف. دونك اول حاجه اللي هي الرائحه ديال الورد اولا لاغوز. هنا الان هيرش لقى بلي الناس اللي يعز عليهم الرائحه ديال الورد تيكونوا ناس اللي كيوزنوا الامور مزيان في دماغهم وكيفكروا مزيان قبل ما يدويو وقبل ما يديروا شي حاجه، يعني ما تيكونوش انفعاليين اولا امبولسيف. هنا تيكونوا في نفس الوقت انهم كيفكروا الشخص الاخر اللي قدامهم اللي كيهضروا معاه كيفاش غادي ينتربريت الهضره ديالهم او كيفاش غادي يفهم الهضره. هذا الشيء كيخليهم واحد الناس اللي ما كيتجنبوا المشاكل بزاف وما تيكونش عندهم واحد الندم بزاف في الحياه. هذا الشيء اللي عادي حيت اي حاجه كيديروها كيفكروا فيها بزاف المرات. بالنسبه للرائحه ديال الفاني، الناس اللي عز عليهم هذه الرائحه هذه كيكونوا ناس منفتحين واجتماعيين، يعني يكون عز عليهم الهضره مع الناس، يديروا صداقات جداريه، يهضر لي يجمع عليك مع شي واحد ما تيعرفو ما حتى شي حاجه في البلاصه يولي صديق ديالو. عز عليه الخرجات العائليه والاجتماعات العائله، المهم اي حاجه فيها لومبيونس عز على الناس اللي عز عليهم الفاني. واش هاد القضيه بصح ولا لا؟ سكولوا لي في لي كومونتير. الرائحه الثالثه اللي هي الخزامه. هذا الباحث لقى بلي انه الناس اللي عزيز عليهم ريحه الخزامه تيكونوا كنقولوا حنا بالدارجه ميسرين، يعني ما تلقاش معاه مشكل بتاتا، تيكون عنده بزاف الاصدقاء اللي درتيها معاه تيسر معاك، ما تيعكس ليك في والو ما حتى شي حاجه. زائد انه الاغلبيه ديالهم تيكونوا عز عليهم انهم يواسيو الاصدقاء ديالهم في الاوقات الصعبه ديالهم، عز عليهم انهم يرجعوا عليهم الابتسامه. وهذا الشيء كامل تيخليهم انهم عندهم واحد الريزو كبير ديال الاصدقاء، وتخلي ناس اخرين عز عليهم انهم يكونوا صداقات مع هذا الشخص. بالنسبه للرائحه الرابعه اللي هي الرائحه ديال الحوامض، يعني لي زاغروم، ليمون، حامض، بومبلوموس اتسيتيرا. هنا الان هيرش لقى بلي الاغلبيه ديال الناس اللي عز عليهم هاد الروائح هادو تيكونوا عندهم واحد الاراده وواحد العزم قوي في الحياه، يعني ما تيكونوش كيستسلموا، تيكون عندهم واحد الطموح كبير، يعني الا دار شي حاجه بين عينيه تيبقى خدام عليها حتى كيوصل ليها، ما كيستسلمش كاع، تيكون ديتيرميني نيت. زائد انه كتكون عندهم واحد الشخصيه قياديه. اخر رائحه غادي نشرحها لكم اللي هي الرائحه ديال اللي فخوي. هنا الان لقى بلي الناس اللي عز عليهم الروائح فخويتي تيكونوا بحال قلتي كيميلوا للسخريه من الناس كالطالعه تطلعوها، وفي نفس الوقت تيكونوا انفعاليين، يعني تنقولوا حنا بالدارجه كيجري مع بنادم بزاف اكثر من القياس، يعني كيبقى حاضي معاه شنو قال كيفاش هضر معاه شنو دار ليه. هنا هذا الشيء كيخلي انه دغيا تينفعل، دغيا تيدابز معاه، كيجبد الصداع مع شي واحد، وهذا الشيء كيخليهم انهم كينعزلوا في اغلبيه الاوقات ديالهم باش ايفيتيو هاد الصداع. الان هيرش ما وقفش هنا، دار واحد الكتاب مضي طيب فيه كاع الروائح اللي يقدروا يطيحوا لك على البال. الكتاب سميتو وات فليفر از يور بيرسوناليتي، غنخلي لكم السكرين ديالو هنا، اللي بغى يمشي يقراه يتعمق مزيان راه كتاب زعما زوين بزاف. بالنسبه للاعلان اللي قلت لكم هو انه قريبا غتكون واحد التجربه عطريه اللي غتستافدوا منها بزاف واللي غتعجبكم، خاصه الا كنتي من عشاق العطور. هذه التجربه غتكون ان شاء الله هي واحد لا كرياسيون ديال ان بارفان ازيرو، غتكريوه معايا. كل ايطاب غتصور فيديو من لا كونسيبسيون ديال الفكره ديال لو بارفان حتى لانه يخرج يولي ان برودوي، وديك الساعه غتشوفوا كلشي بالديتاي ان شاء الله في الايام القادمه. هذا ما كان، نتمنى لكم تكونوا استفدتوا. في امان الله.